السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مش هنطبخ بقى، هوريكم عشبة سحرية بتشفي من جميع الأمراض. عشبة ايه دي يا شيف نونو؟ عشبة اسمها السنامكي. السنامك شايفينها كده كده معايا؟ شايفين عشبة اسمها السنامكي. حتى صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث شريف، قال انها بتشفي من جميع الامراض الا السام. طب احنا عاوزين نستعملها ازاي شيف نونو؟ هنطحنها بودر بس مع شويه حاجات كده تعلي برضو جهاز المناعه. عندكم حبوب بقدونس زي ما انتم شايفين، كان حد عنده املاح او ميه جسمه ميه رابطه ميه من العيش بيستعملها معاها. وكمان هنكثف برضو كان عشان اللي عنده قولون وانتفاخات معلقه كمون صغير. هنطحن كل دول على بعض واوريكم بنستعملها ازاي. بتستعمليها مره كل اسبوع على الريق، بتغلي كوبايه منها على الريق، بتشفي من جميع الامراض. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويعافي. خلاص بقى انا طحنت العشبه دي اهي، السنامكي اهي، مذكوره عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انها تشفي من جميع الامراض الا السام. والله انا استعملتها وجربتها في القولون عندي، كان القولون عندي صعب او الموضوع عندي وحش قوي. وعندكم اهو بذور البقدونس اهي. ولو جبتي بقدونس مجفف برده حلو، عشان الميه لو كان في جسمك ميه زياده ولا حاجه ولا املاح ينزلها. ومعلقه كمان كمون اهو، معلقه كده زي ما انت شايفه كده كمون مطحون، وبتخلطيهم اهو على بعض. وبتغلي بقى كل واحده، بتغلي بقى نص معلقه زي دي كده صغيره على ايه؟ على كوبايه ميه كل يوم على الريق. جربي كده لمده شهر وهتدعي لي. اللي عنده قولون هيروق، لان احنا دايما طبيعي كشعب مصر عندنا قولون من الفول والطعميه، من كتر الفول والطعميه اللي فعمل لنا قولون. فالحمد لله ان هنا ربنا هداني العشبه دي، والحمد لله انا عن تجربه شخصيه انا والله جربتها وفعلا ما شاء الله. جربوها تدعوا لي. السلام عليكم.